مناقشة النواب اقتراحا لتعديل قانون انتخابات الرئاسة، معتبرة الأمر تقويضا لعملها، حيث ينص التعديل على أنه لا يحق لرئيس اللجنة أو أعضائها أو أمينها العام تقلد أي منصب سياسي أو برلماني بعد الانتخابات. كما نص التعديل أيضا على تسليم كل مرشح بيانا بالأصوات التي يحصل عليها في كل لجنة اقتراع. المجلس العسكري الحاكم وعد بالالتزام بتداول السلطة سلميا في 30 من تموز القادم بعد كتابة الدستور. من جانبه رفض الشارع المصري وأحزابه أي التفاف للعسكري، مؤكدين ضرورة إقامة الانتخابات في موعدها المحدد. التفاصيل مع عمرو. أنه لا يحق لرئيس اللجنة أو أعضائها أو أمينها العام تقلد أي منصب سياسي أو برلماني بعد الانتخابات. كما نص التعديل أيضا على تسليم كل مرشح بيانا بالأصوات التي يحصل عليها في كل لجنة اقتراع. المجلس العسكري الحاكم وعد بالالتزام بتداول السلطة سلميا في 30 من تموز القادم بعد كتابة الدستور. من جانبه رفض الشارع المصري وأحزابه أي التفاف للعسكري، مؤكدين ضرورة إقامة الانتخابات في موعدها المحدد. عمرو أبو جبل. هذه القوات المسلحة ملك لهذا الشعب. وعد المجلس العسكري مسبقا في جدوله الزمني أنه سوف يتم وضع الدستور من خلال لجنة تأسيسية معاييرها توضع من قبل مجلس الشعب، ثم تأتي بعد ذلك انتخابات الرئاسة. وبعد فشل تشكيل اللجنة الأولى وتكليف المجلس بإعادة هيكلة لجنة أخرى، أصبح الوقت غير كاف لتدشين الدستور قبل الانتخابات. الأطراف بالاستماع إليه لكي يتم تسليم السلطة في موعدها المقرر ووفق الجدول الزمني في 30 يونيو، ولن يسمح الشعب إطلاقا أن يتم تأجيل هذا الاستحقاق، وستكون الانتخابات تحت رقابة الشعب نفسه، وسيختار الشعب الرئيس الذي يريده بإرادته الحرة وسيحمي هذه الإرادة الحرة. موضوع الدستور لا يأخذ نصيبا كبيرا من حديث الشارع المصري، ولكن الشارع يهتم أكثر بقضية الرئيس، فهو شغوف لمعرفة كيف يكون الرئيس ومن هو. وعد العسكري بدستور أولا ثم الانتخابات الرئاسية، ونحن الآن على مشارف الانتخابات الرئاسية، واللجنة التأسيسية لم يتم اختيارها إلى الآن. والسؤال الذي يطرح نفسه: الدستور أولا أم الانتخابات أولا؟ من القاهرة، عمرو أبو جبل، قناة الفرات.